السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى الفيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية. قبل ما نبداو الفيديو نصليو على الحبيب عليه الصلاة والسلام. الاقتراح ديال اليوم إن شاء الله نشارك معكم مشروب غازي، مشروب شويبس، تحضير منزلي كيبقى أحسن بكثير من المشروبات الغازية. كم عارفين مضرة بالصحة. الفيديو راه صورته من شحال هادي، سمحوا لي ما بقي حطيت حتى شي فيديو لظروف. عاد كتاب غادي ننزلو. نمشيو ان شاء الله للطريقه. طريقه سهله، ما فيش مكونات بزاف، واقتصادي في نفس الوقت. نبداو بسم الله على بركه الله. المكونات كنحتاجو هنا الحامض، تكون حامضه كبيره، يكون اللون ديالها اخضر، ماشي داك الحامض اللي اللون ديالو صفر. ما كيحتاجش بزاف ديال المكونات، الحامض والنعناع، الاوراق ديال النعناع. هنا غادي ناخذ الحامضه بعد ما غسلتها بالماء والخل، توصلوها مزيان. كناخذ هنايا الحكاكه، كنحكها بالحكاكه الرقيقه، بالجهه اللي رقيقه. كتحكوا غير القشره الفوقانيه، ما كتوصلوش ديك القشره البيضاء باش ما يجيكمش مار. راكم عارفين هذا الحامض اللي خضر شويه تيكون المذاق ديالو مار. من بعد ما حكيت الحامضه، هذا راه السيترون انا اللي استعملت، ماشي الحامض البلدي. صافي هنا غادي ناخذ اوراق ديال النعناع من بعد ما غسلته، غادي نقطعو وغادي نضيفو على القشره ديال الحامض. هنايا عندي كاسه العنبه ما عامرش، غادي نقص منه شويه. صافي هنا غادي نخلط داك الحبيبات ديال السكر مع القشره والنعناع، وغادي نخليهم شويه حتى يطلقوا. وكنخلطهم تيتجانسوا. كنبدا نضغط بالملعقه اش كتطلق ديك الزويه الطياره ديال القشره ديال الحامض. من بعد غادي نتركهم جانبا. هنا من بعد غادي ناخذ السيترونه وغادي نقيها من القشره، كتحيدوا لها حتى ديك القشره البيضاء، تحيدوا لها العظام باش ما يجيناش المشروب مار. بعد ما نقيت الحامضه من العظام ومن الخيوط اللي فيها، قطعتها طرونش. غادي نضيفها على القشره ديال الحامض والنعناع. انا عندي اطرو ديال الماء بارد، غادي نضيفها في الهاشوار وغادي نضيف عليها الماء. انا غادي نطحنو وغادي نصفيه. كيف ما شفتوا معايا انا كاس معامرش ونقص منه معلقه، ما بغيتش تجيني هذا المشروب حلو، مثلا باش الحلاوه بزاف. نتوما كتضيفوا كاس كامل، الا كنتو كتبغيو الحلاوه.
يجيكم هو هذاك في الحلاوه. راكم عارفين مع الحامض تيكون المذاق ديالو تيبغي شويه السكر. هنا غادي نقسم الخليط حتى يتسخوى ليا من الهاشوار. انا غادي نقص شويه عاد نصفيه وعاد غادي نكمل. غنرجع هذاك الخليط نعاود الهاشوار ونعاود نطحن حتى يطحن مزيان ونصفيه صفايه. انا غادي نطحن الخليط مزيان. كتضيفوا شويه ديال الماء باش ما يتخواش لكم من الهاشوار. حتى كطحنوا الخليط عاد كتضيفوا الماء. راه كتنقصتو مع التخواليه صافي. هنا بعد ما طحن مزيان غادي نوضعو الصفايه. غادي نصفيه وغادي نضيف الماء اللي باقي. هنا ضفت الماء اللي باقي وهذا هو المشروب. كيجي الصراحه زوين منعش في هذه الحراره هذه. بالاحسن نحضروه في الدار احسن من المشروبات الغازيه وكنقدموه بارد. انا غادي نوضعه في قرعه ممكن تحتفظوا به في الثلاجه. كنتمنى هذا الفيديو تكونوا استفدتوا منه. هنا كيعطينا اطرو ديال المشروب. فايت ليا مشاركت معكم مشروب ديال هاواي. الصراحه كيجي زوين منعش في هذا الصيف. بالاحسن نوجدوا هاد المشروبات في الدار احسن. وكنكون هنا وصلت النهايه ديال الفيديو. شكرا على المشاهده والى الملتقى ان شاء الله فيديوهات اخرى. مع السلامه.